السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ورجعنا لكم ويا برج الثور، من أقوى الأبراج، من أشجع الأبراج، من برج الثور طبعا. من يعني محبي، من أكثر واحد شخص أحبه هو برج الثور. كل الأبراج طبعا بخير وسلامة يكونون، وكل الأبراج أحباب قلبي إن شاء الله. لكن برج الثور عندي يعني في تميز أكثر شوية، فعذروني حد يزعل من عندي. حبايب قلبي، رجعنا لكم الشيخة زينة، قناة الشيخة زينة الموالين، لفك السحر والتابعة والجلب والقبول والمحبة والأمراض المستعصية. إن شاء الله راح نبتدي ببركة الله وبمشيئة الرحمن لبرج الثور. برج الثور معروف عنه عنيد 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 ومستبد برأيه، لكن طيبة الدنيا كلها بيه، حنية الدنيا كلها بيه، قلب شفاف، محب للكل، معطاء لأبعد الحدود، لكن عليه عين وعليه سحر، ودائما دائما منصاب. حتى الروحانيين منصابين، تبع الثور منصابين، يعني ماكو بشر منصاب من الأسحار إذا كان مرصود، وإذا كان إرسال، وإذا كان يعني هوائي. فالكل برج الثور منصاب، سواء نساء أطفال شباب شياب، الكل منصاب. برج الثور دائما متعب بحياته، هو تعبان بحياته، تعبان دائما ينطي وما يلقي اللي الناس تساعده، ما يلقي الناس اللي تكون بصفه، ما يلقي، رغم انه هذا فضل من عند الله. محبة الناس عنده كلش قوية، بس هم نرجع ونقول المحبة للمصالح، المحبة للنفاق، المحبة للمجاملات، هذا الشيء اللي ما يحبه الثور، ما يحبه نهائي. يحب انه حتى لما ينطي بدون معرفة سابقة، ما يحب انه احد يجامله او يكذب عليه او يراوغ وياه او دا يريد من عنده مصالح. يعطي بدون اي جوانب، يعني بدون اي مرض، ما منتظر مرض من احد. برج الثور دائما 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 يشتكي من المعدة، من وجع الرأس، احيانا حاليا بعض العلامات السحر اللي تفيق عليه اكثر، يتعب من الفقرات، يتعب من وجع الظهر، يتعب من الرجلين، يعني يصير حتى بمشيته ثقيل، يعني ثقيل كلش، ما يقدر حتى يتوازى بالمشي. يعني فد مرة صاير برج الثور إذا كان نساء أو رجال أو شباب أو شياب أو أطفال، هذا كله حتى تلقي عمره 12 سنة يقول تعبان ما أقدر أمشي، معدتي توجعني، يشتكي من آلام، يشتكي من أوجاع، دائما هو يخبي أوجاعه، دائما يخبي آلامه، إلا لما يكون يعني فد مرة فاض بيه أو فد مرة كثر عليه الهم والحزن. هو مرزوق، بأي مكان يروح هو مرزوق، ودائما سبحان الله سبحان الله، رب العالمين أبد ما يخذله. يعني إذا كانت البشر تخذله فرب العالمين أبد ما يخذله، دائما وياه، دائما بصفه، رغم إنه انكسر هواية ووقع هواية، لكن كل وقعة وكل كسرة من عنده دا يرجع أقوى أقوى وأشد من الأول، ما ينهزم، ما ينطي مجال، ما ينطي مجال إنه يعني للكسرة توقع فد مرة، لا، هو يوقع بس يوقع على شي بسيط، إذا وقع انثنت ركبه، ما يوقع الوقعة اللي تأذيه، دائما يقوم يوقف
ويقوم دائما مو تصنعا بل مرد للظلمة، مرد للي دائما يعرف. معظم برج الثور روحانيين، معظم برج الثور أذكياء، أذكياء إلى أبعد الحدود، يعني من النوع اللي يعرفون عدوهم لكن دائما يبتسموا له، ما عندهم أعدائهم. هو كشخص كبرج الثور ما يعرف يعادي أحد، يعادوهم معي لكن هو ما يعادي أحد. المحبة عنده فياضة، العطاء عنده فياض، ولهذا دائما أقرباء من بعيد من قريب دائما تلقيهم مصدرين. البعض من عندهم محبة وقبول يحبوه كشخصيا، والباقي مصالح، مصالح والأغلبها نفاق، يعني عندهم مصلحة يجون يتمحكون به وتعالوا حبيبنا وحياتنا وعمرنا. ما عندهم مصالح، دائما يكون منفرد لوحده، دائما يحس انه برج الثور وحيد. اكو يا اما ميراث، يا اما فلوس، يا اما شي ميتة راح تصحى بشهر التاسع الجزء من عدها، او كبداية انه مثلا دا تبين اكو شغلات هواية علامات راح تبين ودلائل راح تبين بشهر التاسع. شهر التاسع هو انفراجات كلش قوية لبرج الثور. يا برج الثور أبشرك بشرة سعيدة وسارة إن شاء الله، إن شاء الله مبتدأ من شهر التاسع راح تاخذها انفتاحات وانفراجات. صح انت شفت الضيم والظلائم بسنين طويلة زين، لكن الانفراج راح يبتدي من هذه السنة من 2023، راح تبتدي انه الله يفرجها عليك من اوسع الابواب ان شاء الله. هي راح تاخذها مراحل ودرجات زين، والعافية درجات، لكن انت اهتم بنفسك، بشكلك، بمظهرك. قسم من عندهم يهتمون كشكلية بارعة حلوة جميلة، والقسم من عندهم مهملين نفسهم، مهملين بشخصيتهم، مهملين بكل شيء، يحسون انه مثل الشمعة بدها تنطفي شوية شوية. لا يا برج الثور، انت متعودين من عندك، وانت متعود على القوة، متعود انه انت ما تنكسر وما تنهزم، ودائما تكون المميز والجميل زين. برج الثور وراك عقرب دا يتابعك، تشوف ذيله شطولة، تشوف ذيله شطولة، لكن شوف شكله، تشوف انت شكله، شوف شكله شلون، هذا شكله، لكن شوف ذيله شطولة. هو دا يريد من مدى تروح دا يمشي وراك، دا يتابعك، دا يتابع خطوات. عندك محبين كلش هواي، بيهم اللي يحبك محبة يعني حب عاطفي، وبيهم اللي يحبك حب يعني معنوي، وبيهم اللي يحبوك كعائلة كزمالة. وأكو قسم من عندهم أو البعض من عندهم أو الأكثر يعني إن هم الحقد والحسد مال عيونهم مال قلوبهم. يا برج الثور لا تنهم بأحد، ولا تيأس من رحمة رب العالمين، دائما الفرج أمامك. انت عندك صدمتين انصدمت بحياتك، او الصدمتين بهاي اخر السنوات اللي انت منصدم بيها. فارقت اشخاص حبيت ومتعلقت بيهم، اذا كانوا توفوا او كانوا فرقة او كان يعني منين ما جتي ضربات على راسك هواية تأذيت من عدا يا برج الثور. انحرمت من أقرب الناس إليك، انحرمت من أشخاص هواية، انحرمت بعض برج الثور دائما بعضهم متغربين ودائما بغربة.
عندك شوف الأشكال، عندك الأحرف اللي يحبوك، حرف الاتش، حرف الام، يعني هاي أشخاص يعني يحبوك، متمسكين بيك كلش. برج الثور انت من النوع اللي ان شاء الله من تحب بتمسك، وتحب بكل عواطفك. عندك ضيقة، انت مسحور سحر، والسحر دائما يكون عندك ارسال ومدفون، دائما يكون عندك لبرج الثور بأكملهم إرسال ومدفون. ما عدا حد جرى يجي يرشلك أو يجي يسوي لك، لأن دائما أنت مبعد عن الأشخاص المأذيين. فمن كثر ما هم حاقدين وحازين، فهم دائما يبعثوا لك الإرسال اللي توصلك مضرة. فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بأسهم بينهم إن شاء الله، أينما كانوا اللي يحفر حفرة إلك يوقع بيها إن شاء الله. يا برج الثور أنت شقد حنون وطيب، وشقد تنطي، ودائما تحس إنه أنت يعني مأكول مذموم، لكن حط عينك بعين الله وقول يا الله، والفرج قريب إلك من كل الاتجاهات. حتى بشي اللي بيستعجل عليه هسه تريده، إذا تأخر بعد مدة راح يكون من صالحك. ترى أبد لا تزعل ولا تنقهر، كل اللي خسرته راح يلم لك أكثر ما يكون، وراح تكون بسعادة وبسرور. برج الثور الكل من محبينك إن شاء الله، الكل من متابعين برج الثور أتمنى لهم المحبة والمودة والصداقة والأخوة والأبوة والأمومة. الكل إن شاء الله تكون كتلة واحدة بالمحبة والقبول إن شاء الله، ما تتفرقون إن شاء الله، وما تبعدون، وتكونون دائما كثر ما تعطون إن شاء الله رب العالمين يعوضكم تعويض الخير بعون الله ومشيئة الرحمن. تحياتي للجميع، تحياتي للقناة القناة الشيخة زينة الموالي. أتمنى أنه لا تنسوني شير ولايك واشتراك بالقناة وتعليق جميل من عندكم، وتقولوا لي على برج الثور. طبعا هذه شهريا راح نشوفها، راح أحكيكم تفاصيليا بوقت لاحق إن شاء الله، وراح نتابع سويا برج الثور لشهر التاسع. هذا انت يعني تفصيليا راح أكون وياكم، والقراءة الخاصة لفك السحر لجلب المحبة كلها على الفيس. تابعوني الشيخة زينة الموالي. تحياتي للجميع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.